بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه ترى ما جاء على بالي وين احب الليله وين احب وين اهين ارفعي طرقة الشيله طيب يلا جاك عبد الوهاب محمد عبده في ليالي المحرق. عبد الله عطنا صورة مع الاستاذ محمد. طيب يلا جاك عبد الوهاب هذا سكين مع سكين انا هي مع يدي اشتري اغراض. والله انا اصريت ازور المكتبه العصريه في الليالي الجميله في المحرق مع انه مشغول، لكن قلت لازم امر استعيد ذكريات الطفوله. كنا المكتبه الوحيده اللي كانت موجوده نشتري منها اغراض من المدرسه، كان يدي يجيبنا من الفريج نمشي لهني ناخذ اغراض ونرجع مشي، عشان كذي حبيت امر. والله يرحم اللي بنوها وسووها ان شاء الله. دائما هذه الميالس لازم احنا نطلعها. احنا اللي يسووه راح تفهموا يا وايد في ثواب كلها في ثواب هلا عاد لا تسوينا تصير الكاميرا عاد اليوم عندنا صار خليفه ويعقوب هذه الرجل يعني هذه طبيب في برجان المحرق. اي يعني مو من الجماعه اللي اقول اللي اي اقول لك على المحرق يعني وابوه الله يرحمه بعد كنا على محرق ويوم من قبل واخوانه كلهم ما شاء الله. فاحنا كلنا ترى عيله واهل وجماعه يعني وياهم ما شاء الله. من يوم احنا صغار اي في الفريد الشيخ هناك عدل والوالد فتح دكتور عند خالد بن احمد. عندي يعقوب الحويد العام وبعد عبد الحكيم بعد ما يحتوي يامكم يامكم كلهم ما يحتاج لكم اهل. واخر شيء ناسبناه صار اخوه عديلي. لا اليوم طلعت شرفنا فيه احنا. اي والله شرفنا فيك استاذ. ورحنا المره ويانا الحج. لا مركب اليوم والله يا الحبيب انت والاخ ابو يوسف. هذه الصراحه يعني توني اقول له بيا ابوي بيا ابوي والله والكلام يعجز اصلا اللي يسوي ما شاء الله ويباشر الناس. لا شوف ابو يوسف هذا المعدن الاصيل. هذه واحده من عوامل نجح ليالي محرق يا الحبيب اللي هي طيبة المحرق وضيافتهم واستقبالهم حق الناس. هذه الامور اللي تنجح. شفت شلون؟ ومن بعد ينجح؟ اللي ينجح بعد القهوه ذي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا رجالة من المحرق، معنا مبارك بودهيش علم من الاعلام البحرين، الله يحافظه ومصور الله يسلمك ما شاء الله على مستوى منطقه البحرين، الله يحافظه. التقينا معاه في برحه فخره، الله يعطيك الصحه والعافيه. واخوي مبارك نعم ما شاء الله، ايش تقول هالايام الحلوه هذه وليالي المحرق؟ حلوه نعم حلوه يا ريت تكرر. ما نبي شهر نعم. شهرين وثلاثه الله مستانسين والخليجيون كل العالم كله تجي. عمرك طويل مستانسين. نعم. اذا ما جبتها من سنين تشوف هاي اي نعم هاي اللمه. نعم هاي شعرنا بها. نعم هاي فقدناها احنا محرر. نعم. لكن الليالي هذه رجعتنا يعني. نعم عمرك طويل. رجعتنا بكل شيء هذا يعني. اي نعم جزاك الله خير. قلت لي في 3 اهرامات. شوف احنا مصر عندها 3 اهرامات. نعم عنده البحرين فيه 3 اهرامات
نعم. الهرم الاول عيسى بن راشد، الله يرحمه ويغفر له. اللي ما يتكرر الله يرحمه ويغفر له نعم الجنه. نعم اللي ما حد يحل مكانه بعد، نعم اديب وشاعر. نعم والثاني ملك الحراسه نعم محمود السلطان ابو حسام الله يطول حسام. عمره. نعم الله يخليه. وين يحفظه. حد يتعاون ما مش ما لا اللي يتعوضون. قبله ولا اللي عقبه. نعم. نعم. الحراسه مثله ما ميش. نعم وعند الملك الصوت نعم محمد زويد الله. البحرين ولاده ولاده رجالات. ولاده. نعم نعم وين ودور فيها والغوص فيها. نعم طبعا يعني. ما زالوا ترى البحرين ولاده يعني بعيالها. نعم اني حق الغوص حق المحرق، نعم اني حق الطواشه حق المحرق، نعم اني حق اللي طلعوا البترول ناس وحفروا ما تفضل جلاله الملك ايش محرق. قال المحرق ام المدن. ام المدن. نعم ام المدن نعم. محرق معروفه. وصل عنا بالخليج وصل نعم عنا كل نعم مكان. واحنا بعد نتمنى زياره الخليج يجون المحرق حياهم الله في مسار اللولو. حياهم طبعا الله. نشكر وبيوتنا مفتوحه. نعم نشكر الهيئه البحرين للثقافه ما قصروا. والتراث ما قصروا. وزامة. هاي محرق بيوتنا مفتوحه حق نعم. اي خليجي حق اي عربي. نعم هو الدواج واحنا طالعين. جزاك الله خير. هاي طبعا هذه دعوه المحرق والبحرين. وعندي كلمه نعم. واحده. تفضل. محرق خط احمر. الله اكبر. بس. جزاك الله خير. عمر طويل يا شيخ مبارك ما قصر. جزاك الله خير. يسلمك ابوي. هالريال هالمبروك هالطيب. الله يخليك. وان شاء الله بنوصل معاكم في تغطيه محرق ليالي المحرق ومسار اللولو. انا قايل بعض الابيات في المحرق نسجلها بعد، نتشرف ان نسجلها في براعه فخره. يقول يا معاني العشق بالبدع الجديد، هاتي حروف الغلا باشكالها، يا عسى المعنى من الدر النضيد، يعجب العاشق نعم موالها، واكتبي بالود المحرق قصيد، ما كتبته من غلاها اللالها، هذه محرق من العصر التليد، سطر التاريخ مجد رجالها، وحبها يجري مع دم الوريد، ويتوارث بالوفاء لأجيالها، وعشقها بالقلب والأمر الأكيد، حين نظر عيني وعين عيالها، هي نظر عيني وعين عيالها، لو تنادي درة العقد الفريد، صوتوا أهل الوفاء حنالها، من وطر عيسى من الحكم الرشيد، لوطر من عزها بطالها، عاهل البحرين بالشور السديد، صادق في كلمته من قالها، صانع النهضة على النهج الجديد، حافظ ود العرب وافعالها، يا قصيد نهيضك معنى القصيد، ذا حمد في البلد وظلالها، بل محرق حبها الطفل الوليد، وكل عاشق حبها ووفالها، حقبة النهام في الماضي البعيد، وثقت حب الوطن بحبالها، ومن رفاع العز والمجد التليد، قالها اللي بالغلا قد قالها، من غلات ام المدن ارجع وعيد، ما كتبت اللي كتبت الا لها، لانها محرق والمحرق اكيد هام فيها بالغلا من جالها، هام فيها بالغلا من جالها. شوف المحرق انا احبها من زمان طبعا. المحرق غير. المحرق غير. تبي الصدق؟ يعني لا يزعلون مني هالبحرين. المحرق غير. المحرق ما ادري ليش سبحان الله. قلت لك انا المحرق هيك ايضا، والنعم في المناطق البحرين كلهم، بس المحرق غير. المحرق غير. من اطب مطار البحرين ما ادري ليش تحرقت على طول. ايه ينشرح صدري. احب البحرين، يعني احب البحرين ونحب المحرق، عرفت؟ حتى تشرينا من المحرق، بس المحرق غير.
باخذكم بجولة في ليالي المحرق، أجمل فعالية شتوية بالبحرين واللي حقيقة يستحق تتعنون البحرين علشانها. وبهالمكان راح تستمتعون بالأجواء الشتوية بمسار طوله 3 كيلو ونص في زرانيق المحرق وبين بيوتها العتيقة، وراح تشوفون بيوت المحرق الشعبية اللي حولوها لمطاعم وكافيهات ومتاحف وأماكن حلوة ومناسبة للعوائل. ومن أجمل الأماكن اللي راح تزورونها بيت جمشير وبيت سيادي ومجلس فخرو ومجلس الزياني. وراح تلقون أجمل ضيافة وأجمل ترحيب من أهالي المحرق. صراحة الفعالية أتعب وأنا أوصف جمالها، وحقيقة ممتعة للكبار والصغار. وبين هالزرانيق القديمة أقدر أقول إذا أردت أن تعرف التاريخ فالمس جداره. وترى الفعالية من 1 ديسمبر إلى نهاية الشهر، وبهالمسار راح تمشون محطة محطة وكل محطة أجمل من الثانية. وحقيقة أبدعت البحرين بهالفعالية الشتوية ليالي المحرق. هذه البحرين غنوا لها، هذه البحرين غنوا لها، عيدها هاليوم عيد كبير، عيدها هاليوم عيد كبير، هذه البحرين غنوا لها، عيدها هاليوم عيد كبير، هذه البحرين غنوا لها، أحلى إحساسي وحبي لها، عاشق وقلبي فيها أسير. سلمان قايد لها قادها لك، هذه البحرين غنوا لها، عيدها هاليوم عيد كبير، هذه البحرين غنوا لها، أحلى إحساسي وحبي لها، عاشق وقلبي فيها. المايات على سيافك يا بحرين، وانا الدانات على صدرك يا بحرين، وانا شلون؟ اي شيء في البحرين احبه. زين، شنو اكثر اغنيه غنيتي وحسيت انك حافظات للحين؟ انا المايات. يا سلام. اي نعم، انا المايات على جيلنا انت جيلنا، احنا جيل الثمانينات. يلا قولها انت. انا المايات على سيافك يا بحرين، وانا الدانات على صدرك يا بحرين، وانا بالروح اضحي لك اضحي لك يا بحرين. ما شاء الله. وبعد اعطينا في القديم. في العالي دائما لها ذكرى حلوه لي وحق الوالد. ذكرت لما هي كنا في سفارة البحرين في الأردن وتغنت هاي الأغنية، كل المسرح قاموا، كل دول الخليج قاموا ويانا، قالوا لنا أنتم دائما يا البحرين في العالي ولا نطفى نوركم. الحمد لله. علي بحر. البارحة هي قولها. البارحة ما أعرف كلماتها، بس هي يمكن الوحيدة اللي يعني في بالي. واستوقفتني والهانية محرق. محرقية انت؟ أنا مو محرقية، عمتي كانت ساكنة محرق وتوفت، والحين لنا روح ما حد عرفني فيك يا محرق، ايش دعوة، ما حد عرفني فيك. استمتعت يا مشاي؟ جدا. الحفل كان مدروس من كل النواحي، المسرح، الأوركسترا، ترتيبها، توزيع الأطفال، كل شيء كان مدروس، الألوان، تبارك الرحمن. فنانين البحرينيين حافظ عليهم. سلام يا قلب البلاد النابض، يا من نرالك بالمشاعر وامض، قد قالها منه ترين بعينك، عليك بكفوف المحبة قابض، والقلب غرب بالكلام وشرق، ولا شاف أجمل من ليالي محرق، أبدا والأحلى من براحة فخره اللي بها ورد المحبة ورق، مجلس وكل يا عرب يدريبه، فيه الحفاوة تختلط بالطيبة، وعبد الحميد بطيبته واخلاقه حفاوته تسبق لقى ترحيبه، ومن زارهم مجلس براحة فخره قال اشكروا هذا الرجل وافتخروا. عبد الحميد بطيبته ما مثله، قد قلتها لكل البشر بالجهر، وهذا الذي خلى البراحة مركز وصارت شعار أهل المحرق الأبرز. بحلى احتفال في ليالي محرق، بالحب وشعور الوداد مطرز، وفيها الأحبة تلتقي كل ليلة وتحس كأنهم في التعاون
عيلة في مجلس يرتاح له من جاله، الشاب والشايب وأمه الشيلة، والكل منهم هالشهر متجلي، والكل منهم هالشهر متجلي، ودايم يرحب بالجميع مهلي، ولا يغيب إلا في دقايق واجب، لا راح عاني للفروض مصلي، وهداء مني في الحقيقة حصري، مكتوب للحادي واخوه البصري، وللي جلس داخل براحة فخره باسلوب ممتع بالكلام العصري، وهدي بعد عبد الرحمن الغالي، كل ما يدور بخاطري وفي بالي، الاروع مصمم في براحة فخره، تقدير مني المستواه العالي، وختام قولي يا اهلي واخواني، قلت الكلام بحبكم بالعاني، من شي شفته في براحة فخره، من طيب قلب في ضيافة عاني، من طيب قلب في ضيافة عاني. طبعا ما عليك زود بعد يوم بعد بعد شوف مليوننا الخاص من يوم بعد نورنا اليوم بعد نوركم يا اخوي، نوركم يا ابو يوسف. السلام، الله يعطيكم الصحه والعافيه يا اخوي. اي لا والله صراحه اليوم انا مستانس شوي هني الصراحه. شوف اللي على يمينك هاي كل يوم هني، بس تعال يا انت ما يحتاج عشان من نار على علم بعد. اي والله ومعاذ هذه ومعاذ والله ومعاذ يبي الريال ما ترى كله مشغولين. بعض الحين ما توافقوا وياهم. اي نعم. البارحه انا مشيت من ميلس ما طولت، ولا عقب اشوف صورهم انه جايين. اي نعم. عبال ما الماي قلت لهم لا احنا اساسنا لازم موجود. حياهم نسجل حضور. حياكم الله يبارك ما قصرت. شلون ميلس الكل اقول الكل مستانس. ميلس فخر انت انا قايل حق الشباب قلب الفعاليه. نعم خوش تعبير. قلب الفعاليه هذا اللي يقول عنده يعني تعبير. اللي هي الفعاليه وماي هاي كلام ماي. والشكر موصول لكم انت وابو عبد العزيز على التصوير، على التوفيق يا اخوي، وعلى راسهم ابو يوسف عبد الحميد فخر وكل التيم اللي وياه، الله يعطيهم الصحه والعافيه، وكلكم ما قصرتوا يا حبيبي. والله صراحه الكلام فيكم يعجز عن الصراحه. الله حبيبي يعطيكم الصحه والعافيه يا ابو يوسف، يهديك يا اخوي. تسلم خليها اول منام. الله يحييك. الله يحييك. نورتنا اليوم. الله يسلمك. انا اسعد. هذا استاذ خليل العامر والنعم ما شاء الله مربي اجيال. اكيد. الله يسلمك. والله يرحمه واخواني طبعا مع كلهم نعرفهم، كلهم معروفين. اقول ومن اهل محرق الاصيلين. باين على وجهك ما يحتاج وانا يعني اتشرف بهالميلس الطيب. الله كلنا نتشرف كل وقت موجودين احنا. ما شاء الله. الله يجمعنا على المحبه والخير. امين. ويجمع المحرق والبحرين كلهم. امين. شكرا. هوني بعد اخونا علي يلا علي موسى. علي موسى قحاص كنا عسكريه. انا كنت مندمج مع اخوي. شنو قايل لك انهب؟ الله يعطيك الصحة. شرفني ليلة زيارتك. حياكم الله. ايوه. الله يبارك فيك. والفريج بعد. هاي زميل عمل سنين. والنعم في والله. نهار اول ليلة اخر ليلة. هذه اخواننا. وحين ساكنين في منطقة واحنا انا هو. الله يحفظكم. انا بعد عبد العزيز. هلا بالغالي، هلا باليوسف.
حياك الله ابو عبد العزيز. نختم الفيديو مع رد الاجيال. الله يسلمك. نورتنا اليوم. انا اسعد. احنا سعيدين نصور وياك. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم. لا تخلي من عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. هذه ما هي سوى لقاء محمد الطيبين. اي نعم. وطبعا الواحد لازم يزور اخوانه. ان شاء الله تكون التواصل. ان شاء الله باذن الله. حياك الله. حياك الله. بيت المرحوم أحمد الكوهجي. هذا البيت مو بس جدران، هذه ذكرى من طين وياسمين، فيها البراستي والليوان ويحكون قصة من الزمن الجميل. اليوم هذا البيت صار واحد من محطات مسار اللولو، وفي قسم كمعرض صغير لصور ابن المرحوم عبد الله الكوهجي. وداخل هاي البيت كوفي شوب جدا لذيذ ويستمر في استقبالكم حتى بعد انتهاء ليالي المحرق. القهوة عندهم لذيذة والدونش لذيذ 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 والباستا خيال، ضروري تجربونها. تجربة حلوة تقعدون فوق سطح البيوت الأول تجربون ألذ الأطباق. الحلو يفتح يوميا حق الريوق والغدا والعشاء، وصاير بالضبط يم بيت القوس. المكان يجمع التاريخ والذوق والمزاج الحلو، ضروري تمرون على هاي البيت. الله يطول عمرك. الاخوان كلهم هاي فريج قهوه تعيشه بالعيش. هلا هلا طفطون. يلا لا الشيخ شرفتني. الله يطول الله يبارك فيك ويسلمك ويسعدنا بيجيك. انا كذلك نورت صوره نورت براحه فخر. اشكرني الله يسعدك. بارك الله. الله يحييك شيخ. حياك الله الشيخ. حياك الله. يا ابشر. هذه ونعم فيها جامعة الناس بعد. حياك الله. حياك الله الشيخ. حياك الله. حياك الله الشيخ. هذا السالفة يا الشيخ. سب طيب. شوف هذا شيل اللحية البيضاء بترجع شباب. الله. ما في كل احنا الصحة والسلامة. كشاف كان سنة كام دي على الصورة الستينات كلها. الله يحفظك. الله يحفظك. اشكر الصورة. شوف اشكري بارك الله. الله يطول. حيا الله الشيخ. حيا الله الشيخ. حيا الله الشيخ. اشكري نورتك. الحواج هذا بعد محرقين اصليين. نعم على الحواج ما نقدر عشان نقول لهم محرق بعد. سلام الله على دار الحضاره دار ابو سلمان. سلام الله على شعب البلاد وكل سكانها. على ارض المملكه نفرح وننثر للعروس الوان. على البحرين يا دره قلوب الشعب يا ذانا. تبارك يا وطن نجعل جوك بالفرح عمران. مدام ان القلوب تذوب في حبك وفرحانا. تفنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحال. ولا خير تحت أضواء المحرق هي مبادرة ودراسة تجريبية تهدف إلى تسليط الضوء على المحلات التجارية في مدينة المحرق، كونها جزء أساسي من المشهد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمدينة. بعد ما تمت دراسة 50 محل في السوق، اخترنا 10 محلات حسيناها تمثل روح سوق المحرق، وبدينا نصمم لهم مع المصمم الدلال الخزاعي هوية تمثل كل محل، وفي نفس الوقت تكون متناغمة مع هوية المهرجان. يجمعون 10 أختام يستبدلونها بتوت باج موجود بإذن الله في متجر الهدايا في سوق القيصرية. هذا بيت شعبي بدوعيس المحرق حولوه كافيه. امس كان السوفت اوبننج حق اوس كافيه في مسار اللولو وتحديدا داخل بيت فخر. المكان عباره عن بيت شعبي وداخله فتحوا اوس كافيه، وبنفس المكان في نوع المتحف يرويكم جزء من تاريخ المكان وتراث البحر. جلساتهم وايد حلوه وكلها اوت دور، ما في قعدات داخليه، واللي يحبون التصوير وايد بيستانسون على المكان. الكافيه راح يكون موجود طول السنه بالاضافه الى ليالي المحرق اللي بتبتدي شهر اليوليو. اسم المكان اوس كافيه وبتلاقونه داخل بيت فخره في المحرق. وايد مكان عجيب الصراحة، وايد حلو.
يا ريحة ثوب في الأسفار أحسها بشراييني، أشم الليل وأهل الدار واللي غاب عن عيني، أحسك في كلامي في الماي في ترابي، أشوف اللي مضوا عني وبقى حبهم على بابي. اللي قالوا هوا محرق شمالي وشقق شراعي، أقول عروقي كلها المحرق. اللي قالوا هوا محرق شمالي وشقق شراعي، أقول عروقي كلها المحرق. اللي قالوا وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، وداعية أعز الناس يودعنا، وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، وداعية أعز الناس يودعنا، ليلة ليلة ويا عساك تعود، عسى الله يصبر الموعود.
وراحت فخروق. السلام عليكم. زوار من سلطنة عمان الشقيقة. علي عبد الله فخروق. حي الله ابو عبد الله. هلا هلا حميد فخروق. الشيخ ابراهيم الحاضري. هذا الفنان عبد البنطيح ابو فهد. في بلد في يوم حمود لا ان شاء الله تغير اليوم مثلا في تغيير السنه الماضيه كان التوقيت كان يقول هذا التوقيت كان في عمان انا قاعد اطلع الصوره العام عليه شتوي كنت عليه شتوي بالي تاخر علينا غير حتى شيء قاعد الله يهديك يكون الجو افضل هذا متوقع. سلمك الشيخ العشار. المقلة وينه؟ احمد الحماد كان المخرج ها؟ ما شاء الله طيبك يا فهد. في جولة تجمع ضيوفنا الإعلاميين من دول الخليج، ناخذكم جولة في ليالي المحرق وشوارعها القديمة. خلكم معنا نشوف تراث البحرين الأصيل. محد عرفني فيك محد عرفني فيك يا محرق. الجولة بتنظيم من مركز الاتصال الوطني، ويلا خلونا ناخذ راي ضيوفنا من القمة الخليجية. أول شيء هذا المكان أنا زرته من 3 سنوات، كانوا قاعد يشتغلون فيه، وذاك الوقت صديقي الله يعطيه الصحة والعافية الأستاذ صلاح سيار قال لي في وقتها، قال لي هذا راح يكون مزار لكل السياح واستثمار المحرق القديمة في شيء تراثي. شفتهم هم قاعد يشتغلون فيه، الآن قاعد أشوفه بعين السائح، فجميل اللي قاعد أشوفه صراحة ورائع جدا ويستقطب كثير من السواح. يعني توني أسولف يا دكتور عمر، أقول له اللي وياي، أقول له احنا نزور البحرين وين عن هالأماكن ما نقول حق الناس عنها ونزورها. الله يهنيكم. وطبعا هذا جهد الشيخ خميس عسى الله يعطيها الصحة والعافية في فترة من الفترات وهي بنت الأساس، وهذا واجهة مشرفة جدا للمجتمع البحريني. الجولة في مهرجان ليالي المحرق جولة جميلة امتدت على مدار أو على طول 3.5 كيلومتر. شاهدنا العديد من الإرث التاريخي لهذه المدينة العريقة. مهرجان ليالي المحرق يمتد حسب ما ذكر المسؤولين إلى 30 يوما، يأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية في مملكة البحرين. شاكرين ومقدرين الاتصال الوطني تنظيم هذه الزيارة لهذه المدينة التاريخية. أمانة أنا سعدت أول مرة أجي، يعني نفس حوارينا، نفس دواعيسنا، نفس كيكنا، نفس بنياننا، نفس البنية التحتية، نفس مباني مساجدنا، نفس القطعة أو دورين، نفس الحواري، نفس عيالنا. فصار كروكي جميل يربط فيه التاريخ مع خطاب الحاضر. أنا صراحة كأني رجعت إلى بداية الكويت القديمة، بداية البحرين، بداية سميحنا دلمن، بداية يعني كأني أنا الحين من 500 عام أمشي علي مرعزي وعلي ثوبي. يعني أجواء تاريخية ما استطيع أنقلها سوى أنها هي جدا رائعة، مسار سياحي ناجح وجميل جدا جميل.
انتي الأبو والأم وعيالي، وانتي كلام النور في بالي، وانتي الهوى في أول وتالي، أحلى الأسامي انتي يا بحري، مهما شربنا الليل والونا ندري